بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعينا الاعزاء، اخباركم ايه؟ يا رب تكون بألف خير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد ناس طلبوه مني كتير، هو الجلاش الحلو. هنعمله النهارده بطريقة مميزة ان شاء الله، تابعونا لاخر الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده معايا صاج جلاش صغير طبعا. ان شاء الله هقول لكم على المقادير بالظبط. اول حاجه بنجيب صاج جلاش، وحطيت في الارضيه ورق فويل او ورق قصدير، ودهنت بسمنه. وهستخدم النهارده كيلو جلاش اللي هو الفرد. هحط نص فوق ونص تحت، يبقى نص كيلو تحت ونص كيلو فوق. بنجيب طبعا رقتين، يعني كل رقتين كده بنجيبهم جانب بعض، وبعد كده نبدأ نحطهم جنب بعض وندهن ما بين كل رقتين بالسمنة. السمنة طبعا تكون سايحة، ويا ريت لو في زبدة أو سمنة بلدي، طبعا بتدي نكهة جميلة جدا وطعم جميل جدا. يبقى تاني يا جماعة، إن شاء الله النهاردة قلنا هنعمل صاج صغير كده، هياخد كيلو جلاش، نص تحت ونص فوق. وطبعا هنحشي ب نشوف الحشوة مع بعض إن شاء الله. والمقدار معايا هيكون معايا مثلا حوالي على 300 جرام سمنة، مش سيحين، يكون سيحين. ومعايا فرشة بندهن ما بين كل طبقتين، او ما بين كل طبقة رقتين ندهن سمنة لغاية لما نخلص النص كيلو الاولاني. وبعد كده بنحط الحشوة ونبدأ في النص التاني. طبعا خطوة خطوة مع حضراتكم اهوت. طبعا احنا لو الصاج كبير بنبدأ ايه زي ما نقول كده، يعني نرقع في الحتة اللي هي بتكون فاضية، عشان طبعا الجلاش ما يكونش متراكم على بعض، ويكون حتة تخينة وحتة رفيعة، فلازم يكون كله مستوى واحد. ومعايا فرشة طبعا مخصصة للدهن، او فرشة مخصصة للزيت او السمنة. ونبدأ نحط رقتين جنب رقتين كده، وبعد كده نبدأ ندهن زي ما حضراتكم شايفين اهوت. كل حاجة بالصوت والصورة اهوت، عشان لو في اي حد عنده سؤال ولا حاجة يكتب لي في التعليقات. دي النهارده يا جماعه الجلاش الحلو. احنا طبعا عملنا جلاش حلو قبل كده في الحلقات الاولى، اللي هو الجلاش اللي هو كان ملفوف وحشينه دقيق سميط وقرفه. اللي حابب يتفرج عليه اسيب لكم اللينك تحت القناه ان شاء الله، اللي هو الجلاش الملفوف بخلطه اللي هي خلطه الجوز الهند ودقيق السميط والقرفه. عملناه في حلقه قبل كده وكان ملفوف. النهارده ان شاء الله هنعمل الجلاش هو بتاع المحلات، اللي احنا بنروح نجيبه من المحلات، بيكون مثلثات او قطع التركات كلها. وطبعا في ناس سالوني قالوا لي عايزين الجلاش الحلو، فطبعا كل واحد طلب حاجه ان شاء الله احنا مع بعض هنعملها له. بس يا ريت بس تصبروا عليا بس، عشان طبعا الواحد اوقات بيكون مش فاضي كده، فربنا يسهل. واي حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله عينيا ليكوا. هنعمل كل حاجه مع بعض لغايه لما تزهقوا مني ان شاء الله. نبدأ. ادي الدهنة طبعا ما تكونش كتير، ما نحطش سمنة كتير. ده هي يعني طبعا الفرشة يا جماعة ان هي حلاوتها ان هي بتتحكم في السمنة. يعني حلاوة الفرشة ان احنا بنتحكم في السمنة. يعني ممكن الناس يقولك نحط بمعلقة، طبعا المعلقة بتشيل سمنة كتير، وممكن تحط سمنة كتير، فطبعا تيجي تاكل الجلاشة تلاقيها تقيلة، او تلاقيها طبعا الناس عاملين دايت وكده تبقى مشكلة بالنسبة لهم. فاحنا بالفرشة ديت بتتحكم في مستوى او كمية السمنة اللي احنا بنحطها. معايا طبعا الحشوة بتكون زبيب، واللي حابب يحط جوز هند او سوداني. انا معايا زبيب وسوداني وجوز هند اهوت. اللي حابب يحط اي حشوات، اللي حابب يحط قرفة، اللي بيحب القرفة ممكن رشة قرفة مع الكمية ديت. اللي حابب يحط دقيق سميد مع سكر مع معلقة سمنة مع قرفة برضو مع المكسرات ديت، اي نوع مكسرات. اللي حابب يحطه ساده خالص مفيش اي مشكله، يعني اللي ما بيحبش المكسرات ممكن يعمله ساده بنفس الطريقه كده، مفيش اي مشكله. نبدا على النص التاني. واحنا دلوقتي حطينا في الارضيه نص كيلو جلاش، ودهنا ما بين كل رقه او رقتين. طبعا الرقتين على بعض كده بنسميهم ديت رقه كده، ندهن ما بينهم بالسمنه. كان في احد المتابعين او المشاهدين سألني قال لي ان هي كانت واحدة يعني ربنا يجزيها خير، بتقول ان الجلاش بيستوي من فوق ويكون من تحت ني.
ايه المشكلة؟ طبعا المشكلة في كام حاجة. الاول كمية السمنة بتكون قليلة، فلازم طبعا السمنة تتفرد او تاخد كلها سمنة، مفيش حتة تبقى من غير سمنة، عشان لو من غير السمنة بيتجلد الجلاش، بيجلد زي ما حضراتكم شايفين. انا ما بسيبش حاجة الا لما ايه نسمنها. دي اول حاجة. تاني حاجة، الجلاش يا جماعة بيستوي على نار هادية مش نار شديدة. يعني لو الجلاش دخل على نار شديدة بيستوي من فوق جامد ويدنه من جوه ايه، او يفضل من جوه ني. فلازم الجلاش يستوي على نار هادية. بعد كده ان الشربات رقم 3، الشربات لو خفيف هيعجن الجلاش. لازم شربات الجلاش يكون تقيل. شربات الجلاش يا جماعة بيكون مثلا كيلو سكر او نص كيلو مية. كيلو سكر، نص كيلو مية، وعصرة ليمونة بعد الغليان، او معلقة كبيرة او معلقتين كبار من عسل الجلوكوز بعد الغليان. بعد كده احنا كده خلصنا الكمية كلها، الكيلو نص كيلو نص كيلو. نبدأ نقطع بقى مكعبات كبيرة، وبعد كل مكعب نقطعه ايه نصين او مربعات. نقطعه مربعات كبيرة الاول، وبعد كده نمسك المربع نقفله نصين. ده هو. طبعا احنا اخر رقة يا جماعة مش بندهنها، بنقطع الاول الرقة الاخيرة وبعد كده نبدأ ندهن، عشان احنا لو دهنا وجينا نقطع هيحصل مشكلة، مش هنعرف نقطع والطبقات كلها تطلع معنا. في الاخر بندهن السمنة الوش الاخير، نحط عليه سمنة وعلى طول على الفرن. يكون طبعا درجة حرارة هادية. وادي شايفين الجلاش اهو طالع زي الفل اهوت، مورق وجميل جدا. وعلى طول الشربات يكون بارد. الشربات يا جماعة بارد، وهكتب لكم طبعا مقدار الشربات ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وعلى طول بانساء الشربات بالشربات البارد. وادي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. طبعا لازم الجلاش يكون سخن يا جماعة والشربات بارد، عشان الجلاش يشرب الجلاش على طول، او العكس. يعني ممكن يكون العكس، ممكن الشربات يكون سخن والجلاش بارد، مفيش اي مشكلة برضو. اهم حاجة تكون حاجة منها سخنة وحاجة باردة. ولازم الشربات يكون تقيل، ما ينفعش شربات خفيف لإما هيعجن معانا. دي كانت حلقة النهاردة. يا ريت اللي شاف الفيديو ما ينساش يعمل لايك وتشير الحلقة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وإن شاء الله كل حاجة انتوا طلبتوها احنا ان شاء الله مع بعض هنكمل بيكم. يا ريت تعليقاتكم الجميلة ديت، واللي جرب الوصفة يكتب لي في التعليقات. دمتم في امان الله. كان معكم الشيف سامح عبد الفتاح. ان شاء الله انتظروني في فيديوهات جاية كتير، والناس اللي طلبت مني حاجات ان شاء الله انا مش ناسيها والله، هنعملها مع بعض. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.